الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نعيش نفحات إيمانية في هذا الشهر الكريم اللي كيقترن فيه الصيام مع بزاف ديال الطاعات والقربات. غير تيدخل شهر رمضان وتيبدا التنافس والتباري لتحصيل الأجر والثواب. كنحاسب نفوسنا على كل تقصير وعلى كل زلة أو خطأ ارتكبناه، وكنتوجه إلى خالقنا بالتوبة والاستغفار والدعاء. اليوم غادي نذكروا بمعنى الدعاء والآداب والشروط ديالو والأهمية ديال الدعاء في هذا الشهر الكريم. الدعاء أحبتي الكرام هو الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه ومناداته لجلب النفع والخير ودفع الأذى والشر. والدعاء هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله وسؤاله خيري الدنيا والآخرة. أحبتي الكرام، لا غنى لنا عن الله تعالى، فهو خالقنا وهو رازقنا. لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، فما أحوجنا لخالقنا. لا يمكن أن نستغني عنه بأي حال من الأحوال، سواء في الشدة أو الرخاء، في السراء أو الضراء، في الصحة أو المرض. الدعاء أحبتي الكرام اللي كنتلفظوا به فيه شعور بالحاجة إلى الله تعالى، فيه تذلل ورغبة ورهبة كتخلينا معلقين بالله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله تعالى. الدعاء هو الحبل المتين لتربط الإنسان بخالقه، هو العبادة اليسيرة العظيمة والجليلة. عنده فضل عظيم وآثار طيبة، ولكن استجابة الدعاء لا تكون إلا بأسباب. أولا لابد من الإخلاص، يعني إخلاص الدعاء لله تعالى وعدم إشراك أحد معه. ثانيا أن يكون مطعم العبد ومشربه حلالا، فلا يتعامل إلا بالمال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فكل واحد كيتعامل بالربا والغش والخديعة وتياكل أموال الناس بالباطل عليه أن يراجع نفسه ويتراجع عن هذه المعاملات المنهي عنها حتى يستجاب لدعائه. ولا شك أحبتي الكرام أن الدعاء المستجاب عنده أوقات وأماكن خاصة، مثلا الدعاء في شهر رمضان، في أواخر الليل، وفي السجود، وأثناء الصيام، والدعاء في الحج والبيت الحرام. هذا كله دعاء مستجاب. خاصة نعرفوا أن الدعاء عنده آداب، منها أننا نبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، وحضور القلب والخشوع والرهبة والصدق في الرجاء. وما يكونش الدعاء ديالنا فقط في أوقات الشدة والأزمات. راه الصدق في الدعاء وقت الرخاء هو السبب القوي للإجابة في وقت الشدة. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كنلقاو واحد الفئة من الناس منشغلة وغافلة عن الدعاء، حتى إذا ما حلت بها مصيبة أو مكروه توجهت لخالقها ليفرج عنها. أحبتي الكرام، لنا رب كريم هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح في الطلب، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
فندعيو في كل وقت وكل حين، ونحرصوا على أوقات الاستجابة. ندعيو بكل إخلاص بدك الشيء اللي في قلوبنا، ندعيو بالخير لينا ولوليداتنا والوالدين والحبابنا والخوتنا وخواتاتنا في كل مكان. وأفضل الدعاء هو الدعاء للغير بظهر الغيب، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن على رأس الداعي ملك يقول: ولك بمثل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.